سلام، أنا أمين، واليوم غنيابيو على البروكراستينيشن ولا التسويف ولا العجز. فكرة بأنك دخلتي لهذا الفيديو كيعني بأنه عندك واحد المهمة ولا واحد الخدمة اللي انت باقي ما درتيهاش وخاصك ديرها دابا، ولكن انت كتأجلها لوقت آخر وانت باغي تلقى الحل. في هذا الفيديو غادي نهضروا على أسباب هادشي، علاش كنحسوا بالعجز، علاش كنأجلوا واحد المهمة لوقت آخر، وكيفاش بإمكاننا نقصوا من هذا العجز نزيدوا من الإنتاجية ديالنا في نهارنا. الحاجة الوحيدة اللي نطلبها منكم هي أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتوركوا على زر تاع اللايك وتدوروا التليفون وتكبر الاكرون تاع الفيديو وخليونا نبداو. التسويف بكل بساطة هو أنك تأجل واحد الخدمة اللي خاصك ديرها لدابا لواحد الوقت آخر. فمثلا كي تكون عندك واحد البريزونطاسيون اللي خاصك تخدم عليها دابا، لكن في بلاصة ما تنوض وتخدم عليها كتجبد التليفون كتقول غنبدا من بعد واحد الساعة كتجيب واحد الساعة من بعد كتلقى راسك بأنك ما درتي والو في هذاك النهار ديالك، كتلقى بأنك ضيعتي وقتك وبأنك البريزونطاسيون ما قاديتيهاش، وبأن هذا المشكل إلا طرا مرة ولا جوج ولا قليل بعد النوبات في واحد المدات اللي طوال، هذا ما كاينش مشكل. ولكن المشكل هو بأن التسويف يولي عادة. هذه الحاجة الخطيرة في التسويف بأنه يقد يولي واحد العادة في الحياة اليومية ديالنا، ولا عادة فهو كيولي عنده واحد الأسباب بيولوجية ونفسية عندها علاقة بدماغنا، وهادشي غادي نشرحوه في أسباب التسويف. إلا قلت ليك بأنه من الأسباب علاش كنأجلوا واحد الخدمة ولا واحد المهمة، علاش كنحسوا بالعجز، هو دماغنا. قد ما تيقنيش إلا قلت لك هاد الهضرة، ولكن خلينا ندويو شوية على هاد الماكينة اللي في الجسد ديالنا. دماغ الإنسان نقدروا نعتبروه بحال واحد الماكينة، ما كيبغيش يبذل واحد المجهود بزاف ويضيع الطاقة في والو. أنك تسكرولي في التليفون سهل من أنك تقرا ولا تخدم. علاش؟ حتى فين كتسكرولي فانت ما كديرش واحد المجهود الكبير وما كترهقش به دماغك، بالعكس بأنك فين نتايا كتقرا انت كتخدم دماغك لواحد الدرجة اللي فين كيبدا كيستنزف من الطاقة ديالو، كتجي صعيبة مقارنة بأنك تسكرولي في التليفون. فهادشي علاش بأنك نتايا تسكرولي في التليفون كتجيك ساهلة بزاف مقارنة بأنك تقرا ولا تخدم، حيت بكل بساطة دماغك ما كيبغيش يضيع الطاقة ديالو. ونقدروا نزيدوا بأنك لو تسكرولي في التليفون كيعطي دماغك واحد الكمية تاع الدوبامين اللي كبيرة مقارنة إلا قريتي كتاب ولا درتي واحد الحاجة. وغادي نهضروا على الدوبامين من بعد. نقدروا عاوتاني نزيدوا من أسباب العجز هو الخوف من الفشل، حيت بزاف تاع الناس كيقولك علاش مثلا نراجع هذاك الامتحان ونقد في الاخر مثلا نسقط ولا ما نجيبش مزيان. حتى طريقه التفكير كنقولوا علاش ندير هذه وممكن نفشل، هذه كتخلينا ناجلوا هذيك المهمه ولا ما نبداوهاش اصلا، وهذه مرتبطه بالسبب اللي جاي من بعدها اللي هو وهم الكمال. حيت بزاف تاع الناس كيقول لك علاش مثلا ندير هذه الخدمه الا ما كنتش نديرها مزيانه. حيت هذا النوع ديال التفكير ما كيخليكش دير واحد المهمه، حيت كيبغيو يديروا كل شيء بواحد الطريقه اللي مثاليه، والتفكير ديال كل شيء ولا والو عمره ما يخليك تزيد بالقدام. ونقدر نقول بانه من اكبر اسباب تاع البروكراستينيشن هما المشتتات وديستراكشن. فكامل كنتفقوا على اننا كنعيشوا في هذا العصر اللي عامر بزاف بالمشتتات، بحال الفيديوهات والصور والشورتس والريل اللي كاينين في السوشيال ميديا. وهادشي اللي قلت كامل راجع لواحد الحاجه المهمه اللي كاينه في الجسد ديالك واللي كتسمى بالدوبامين. هاد الدوبامين هو واحد الناقل عصبي اللي كاين في دماغنا، وهو اللي مسؤول على الشعور بالسعاده ونظام المكافاه في دماغنا. ودماغك كيبغي الدوبامين بزاف، فمثلا انك تسكرولي في انستا ولا تيك توك دماغك كيفرز الدوبامين بزاف، كتعطيه واحد السعاده وكتجيه ساهله بانه يسكرولي، مقارنه بانك الا جبدتي كتاب وبديتي كتقراه فهنا الدوبامين كتفرز بشويه وكيكون صعيبه بمقارنه بانك غير تسكرولي. وهاد الدوبامين ممكن نديرو عليه فيديو كامل الا بغيتو. الا كنتو باغيين هذا الفيديو كتبوها ليا في لي كومونتير. والحاجه الاخرى نقدر نقول علاش كتسوف هو غياب الوضوح. حتى من اسباب التسويف هو انك ما تكونش عارف منين تبدا. فمثلا كيكون عندك واحد البروجي انت خدام عليه ولكن انت ما عارفش منين تبداه، انت كتقول صافي خليه من بعد، بينما كان انك تقسم هذاك البروجي ديالك واحد البروجيات صغار وتبدا تخدم على كل وحده فيهم بشويه بشويه. فضروري خاص يكون عندك البلان واضح كيفاش تبدا هذيك الخدمه ديالك، حتى الا ما كانش انت ما تعرفش منين تبدا ولا ما عرفتيش منين تبدا ما تبداش اصلا. زائد بزاف منا كيستهين بعامل تاع الوقت. علاش؟ حيت بزاف منا كيصحاب يقد يدير هذيك المهمه ولا هذيك الخدمه مثلا غير في نهار واحد. فمثلا كيقول لك نقدر نبريباري هذا ليكزامان واحد يومين ولا 3 ايام، بينما ان هذاك ليكزامان خاصك تبريباري واحد السيمانه. فعامل الوقت ضروري، ما تبقاش تقول يكفيني الوقت هذيك السيمانه الاخرى. حاول تبدا ديما قبل وحاول تكون ديما اجور. ومن الاسباب الثاني تاع التسويف هو البيرن اوت. البيرن اوت ولا الارهاق النفسي. حيت البيرن اوت كيوقع فين كتفورسي على راسك بزاف وكتضغط عليها بواحد الشكل اللي كبير، سواء في الدراسه ولا الخدمه ولا الحياه اليوميه ديالك. فالانسان في هذيك اللحظه تاع البيرن اوت صافي ما كيبقاش يقدر يدير المهام ديالو، حتى اسهل المهام كتجي صعيبه. خاص الانسان يبدا يرتاح في هذه الحاله حيت ما يقدش يزيد من بعدها. ومازال غادي نعطيو الحلول تاع التسويف من بعد. ودابا فين عرفنا كاع هاد الاسباب تاع التسويف والبروكراستينيشن، نقدروا نعرفوا شنو هو الاسباب والحلول اللي نقدروا نديروها باش نقصوا منها.
أول حل هو أنك تقلل من المشتتات، فمثلا في بلاصة ما تسكرولي حتى 3 سوايع في النهار حاول تقللها لواحد الساعة ولا نص ساعة، وحاول تحط كاع داكشي اللي نتايا محتاج تخدمه في البيرو ديالك، فمثلا جيب دفاترك وستيلوات وكاس تاع الماء باش ما تقولش جاني لقطاش وتمشي تنوض وتنسى هذيك الخدمة اللي كنتي دايرة، ولا تقول كان ناقصني هاد الدفتر ولا ستيلو وتمشي تحاول تجيبو وتلها مع وتنسى بانك خاصك دير هذيك الخدمة من بعد. زائد ضروري خاصك تبعد التليفون من حداك، ولا على الاقل حيد النوتيفيكاسيون وخدم التقنيه تاع البومودور. وهذا البومودور واعره بزاف، كتقول لك بانه الا بغيتي دير واحد التقنيه تاع البومودور كتقول لك بانه الا كنتي خدام على واحد المهمه حاول تخدم 25 دقيقه وترتاح 5 دقائق، وهذه كتسمى البريود الاولى. البريود الثانيه تخدم 25 دقيقه وترتاح 5 دقائق، وهذه البريود الثانيه. وفي التالي من 4 تاع لي بريود ترتاح واحد 25 دقيقه ولا واحد نص ساعه، وبهذه الطريقه كتكون كترتاح وفي نفس الوقت كتخدم على هذيك المهمه. وفيك نقول كترتاح واحد 5 دقائق هنا كنعني بانه ماشي نتايا تمشي تهز التليفون وتسكرولي، حيت فينا تقول نسكرولها 5 دقائق، هاد 5 دقائق تولي ساعه. الحاجه الثانيه هي خلي هذوك المهمات اللي عندك يحسوك بالسعاده، فمثلا انك تقرا كتاب ولا تفرج في شي فيلم. دماغك يختار يتفرج في فيلم حتى تجيه ساهله على انه يقرا الكتاب، ولكن الا درتي تقرا غير 10 صفاحي فدماغك كتجيه ساهله وغادي يمشي يبغي يقرا. وفينا تقرا هاد 10 صفاحي دماغك يكافئك بالدوبامين، حيت حققتي هاد المهمه الصغيره اللي انت كنتي باغي ديرها. ونقدروا نزيدوا على هذا الحل انه الا ساليتي هذه المهمه كافئ راسك بشي حاجه، مثلا تفرج في شي فيلم ولا كلك شي حاجه نتايا كتبغيها. وكاين واحد الحل اخر كيسميوه 5 سكند رول، هو واحد برانسيپ كيقول لك مثلا الا كنتي باغي دير واحد المهمه وانت ما فيك ما يديرها غتحسب من 5 حتى لواحد وتنوض دير هذيك المهمه بلا تفكير، يعني انه بحال كتطفي دماغك وكتنوض وكتمشي ديرها بلا ما تفكر. وفي الاخر نبغي نقول بان البروكراستينيشن ولا التسويف عمرك ما غادي تحيدو في النهار وليله، فهو واحد البروسيس اللي طويل بزاف ويستحق منك واحد المجهود وواحد الصبر. وفي هذا الفيديو ما قلتش كيفاش تقضي نهائيا على البروكراستينيشن ولا التسويف، حتى عمرك ما تقدر تقضي عليه نهائيا، ولكن تقدر تقلل منه. فضروري ما تجي واحد الفترات اللي انت تكون كتسوف فيها، ولكن اللي خاصك دير هو تخلي هذاك الايام اللي انت كتكون خدام فيها يكونوا اكثر من الايام اللي انت كتكون معكاز فيهم. ونتمنى في الاخر ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.